مرحبا، أنا لبان، أهلا وسهلا فيكم بقناتي أكلي أونلاين. اليوم الفيديو تبعنا فيديو رائع، مزيج حلو بين الجيليه والمارشميلو وكريم تشيز. كتير ظريف، حبيت تجربوه، حبيت أشارككم هالوصفة لأني ممتعة وشكلها ظريف كتير. المقادير: مارشميلو 150 جرام، يفضل المارشميلو يكون حباته صغيرة وملونة، بس أنا كان عندي حبات كبيرة قصيتها بالمقص. عصير ليمونة، كاسة كريمة 240 ملي، معلقتين كبار جيلاتين شفاف 20 جرام، كاسة حليب مكثف محلى 375 جرام. هذا الحليب عملته على ايدي وراح يكون فيديو مقترح. جبنة كريمية 190 جرام، أي نوع جبنة أنتم بتفضلون. نص كاسة مي 120 ملي، جيليه 140 جرام، 3 كاسات مي سخنة 720 ملي. أول شغلة فضيت الجيلاتين فوق المي وحركتهم وعطتهم على طرف مشان حبات الجيليه تشرب السائل. هلا حطيت كل المكونات البقيانة معي ما عدا الكريمة، يعني حطيت الجبنة مع عصير الليمونة مع حليب مكثف محلى، حطيتهم بالخلاط وخلطتهم مع بعض. جوبت الجيليه الشفاف بالميكروويف، وهلا بدي اخذ شوي من المزيج اللي بالخلاط احطه فوق الجيليه الشفاف، اخلطهم مع بعض مشان اعدل حرارته. هلا رجعته هون على الخلاط وخلطتهم كمان مرة ثانية مع بعض. هلا بدي اخفق كاسة الكريمة، بدي اخفقها بحيث انه ما تصير سميكة، يعني يا دوب تبلش تسمك. شوفوا شلون هون ما بتلزق بالمضرب. بدي هلا اضيف اللي بالخلاط فوق صحن الكريمة، بدي احركهم مع بعض تحريك. كمية الجيليه كانت عندي كبيرة فجمد بسرعة، وخصوصي الجو صار بارد فصعب تجمد بسرعة، فمشان هيك رجعت خلطتهم شوي. هلا ضفت حبات المارشميلو، انا هون قصقصتهم مشان يصيروا حبات صغيرة. بدي اقلبهم مع بعض تقليبة منيحة بحيث انه ما يضل في محلات اكثر من محلات فيها مارشميلو. هلا حطيت نقطة زيت بالقالب اللي بدي اشتغل فيه، بدي اصب فيه المزيج. حطيت زيت ومسحتها بالمحرمة مشان ما يعلق لما بدي اقلبه. فضيته للمزيج بالقالب، عبيته كتير منيح، مسكت الوش بالمعلقة مشان يصير الوش ساوي، دقيته شوي على المرمرة مشان كمان الفراغات كلها تتعبى. هلا بدي احطه بالفريزر لمدة ساعتين مشان المزيج يسمك منيح. هالأثناء بدي افضي ظرفين جيليه على طعمة كيوي، بامكانكم تختاروا اي النكهة اللي بدكم اياها، او حتى يكون اللون اللي انتم حابينه يكون برداني. انا اخترت الكيوي. فضيت الظرفين، حطيت لهم نص المقدار اللي لازم يستهلك مي. هلا أنا المفروض يكون في 4 كاسات مي، أنا حطيت 2.5 كاس. بدي أحركه كتير منيح وأعيفه على المرمرة يبرد تماما، ما بيصير يكون سخن أبدا. تقريبا كمان بياخد نفس الوقت اللي بده يجمد فيه القالب. طلعت القالب من الفريزر، بدي أحرر الأطراف، رفعتها بالسباتيولا مشان أحط الجيليه تحتها. بحاول أدخل الجيليه من كل الأطراف، ما بقلب المزيج، يعني برفع هيك مثل ما نكون شايفين. ممكن تستعملوا معلقة ومثل ما أنا مستعمل سباتيول وتدخلوا الجيليه تحت جواته لتخلص عندي كل الكمية. أصلا هون المزيج هلا بيطوف شوي وبيتحرر كله من الأطراف، بصير تحت كله جيليه. خلصت الكمية كلياتها. إذا بدكم تضيفوه بنفس اليوم بإمكانكم تدلوه على الفريزر ساعتين بيجمد. أنا حطيته بالبراد من تحت لتاني يوم. ثاني يوم طالعته كنت مغطيته بكلينج فيلم، قشرته وحطيته بالمي السخنة 10 ثواني، بس شي حسيته تحرر، ما بيصير يطول أكثر من هيك بتذوب الجيليه. هلا بدي أقلبه، صار جاهز للتقديم. كتير طعمته طيبة، كتير شكله رائع. ممكن تقدموه هيك، ممكن تزينوه بفلات من الكريمة مثل ما أنا عملت. صار الطبق جاهز للتقديم. بتمنى تجربوه، طعمته كتير طيبة، شكله كتير حلو، طريقة شغله سهلة كمان، ما بتاخد معكم وقت كله بالخلاط. هي قلبه من جوا، القطعة صارت جاهزة. طبعا نال إعجاب ولادي، صار عملته كمان كذا مرة بنكهات مختلفة. شكله رائع، زيته حلوة بمناسبات وحتى بدون مناسبات لأن طريقته سهلة. أتمنى تجربوه، تعطوني رأيكم واقتراحاتكم وتشاركوني صوركم. في كتير عالم تبعتلي صور على الخاص، بتمنى تجربوه وتشاركوه على العام حتى مشان غيركم يتشجع يجربه. أما الفيديو اللي جاي رح يكون مطبخ الإسباني، فطيرة إسبانية كتير طيبة وسهلة. لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك بقناتي وتزوروا صفحتي على الفيسبوك ليان كيك، تعطوني اقتراحاتكم، تعطوني رأيكم. باي باي.